بتدور أحداث المسلسل في منطقة شعبية. دي بقى سخية بنت غلبانة وعلى قد حالها، وده أبوها عم راضي شغال بيسن سكاكين ومقصات، وشغلانته دي هي اللي بوظت عينيه وخلته يبقى أعمى. وعشان كده سخية بتحاول تساعده على قد ما تقدر وبتنزل تخدم في البيوت. ده بقى منصور عيل غلبان برضه على باب الله وبيحب سخية وهي يعني بتحبه برضه، وهما الاتنين بيحلموا باليوم اللي يتجمعوا فيه في بيت واحد. وراحت بقى سخية تخدم عند بيت الحاج فهيم ومراته الست نفيسة، بس دول عالم زبالة ما تشيلهمش من يجلك. معاهم فلوس بس جعانين. فهيم ده جزاي قد الدنيا ومعاه فلوس قد كده، بس ما يملاش عينه الا التراب. ونفيسة مراته دي ست محدش بيطيقها اصلا وبخيلة جلدة. دي بقى يؤية صاحبة نفيسة، بتخدم في البيوت من ساعة ما فتحت عينيها على الدنيا، ومتجوزة واحد اسمه حمادة زي البغل بس ما بيشتغلش، ومخلفة منه عيل اسمه عبد العزيز. والنهاردة أول يوم العيد والواد ما جالوش هدمة جديدة حتى، ولا داق اللحمة بقاله يجي أكتر من شهر. فقامت سخية ادت لها كام حتة لحمة من اللي هما بيعملوها دول، وقالت لها حيوا نايف جدتهم، يعني هما حلال ليهم وحرام على الواد ابنك. وقامت كمان ادتها عيدية للواد عبد العزيز. هي كده سخية غلبانة بس كيمة وبتحب يؤية، عكس بقى يا جبية اللي شغالة معاهم. بنت اصلا ماشيها شمال بس محدش بيعرف يمسك عليها غلطة. بس بقى نفيسة بتحبها عشان بتقول لها على كل اسرار الحارة وبتعمل لها كل اللي هي عايزاه. المهم منصور راح طلب ايد سخية من ابوها، وابوها وافق وقال له اول ما تيجي سخية هشوف يقراها ايه. ومنصور لما فاتح امه في الموضوع ده قالت له لا، سخية لا، لسانها طويل وانا ما بحبهاش، اتجوز يا جبية احسن. قال لها لا ياما، سخية مفيش منها اتنين ومحترمة وعلى قد ايدينا وانا بحبها. ده بقى يوسف اخو فهيم، ودي مراته شريفة ومخلف منها بنت اسمها يهام، وكان مخلف ولد اسمه طارق من طليقته الاولانية. وشريفة خدته وربته زي ابنها بالظبط، بس برضه اللي في القلب في القلب، عمرها ما هتحب طارق زي بنتها. ونفيسة بقى عندها ابن اسمه فرج، نفسها ومنى عينها تجوزوا البت يهام عشان تكوش على فلوس ابوها. وفتحت شريفة فعلا في الموضوع ده، بس الشريفة ما وافقتش طبعا لان مستواهم اقل من مستواهم خالص. وكمان قالت ليهام بنتها عايزاكي تركزي كده مع ابوكي الفترة الجاية، ابوكي كبر ومحتاج اللي يساعده، وفلوسه وشغله كله هيبقى بتاعك بعد عمر طويل. فالبت قالت لها طب وطارق يا ماما؟ قالت لها وانا مالي بيه، انا عملت اللي عليا خلاص وربيته، بس هو كبر بقى اهو وعمري ما هحبه زي ما بحبك طبعا. والواد طارق بقى سمعهم وهما بيتكلموا في الموضوع ده من غير ما هما ما ياخدوا بالهم. ما علينا من الموضوع ده كله، خلينا في القصة الأساسية. فهيم الدحلاب ده بقى قال لسخية بيعدي عليا بكرة بالأشعة والتحاليل بتاعة أبوكي عشان إن شاء الله هعمل له العملية. البت على نيتها يا عيني وعملت اللي طلبوا منها على أمل إنه يساعد أبوها فعلا. وراحت له تاني يوم ومعاها الأشعة والتحاليل. قال لها تعالي بس كده، وكان مفضي البيت خالص عشان يعرف يتهجم عليها براحته. بس البت طلعت محترمة وصدته وما ادتلوش فرصة يلمسها، وهوب طبت عليهم نفيسة. وبرغم انها عارفة ان جوزها هو اللي كان عايز يتهاجم على البت، بس هي ما سكتتش وقامت مسكت سخية ونزلتها في وسط الشارع وفضحتها وقعدت تضيف فيها وتقول للناس بتقول لجوزي تدفع كام ويك اللي عمرك ما شفته، كد نسوان بعيد عنك. وسخية بقت سيتها على كل لسان، ومنصور ما كانش عارف يصدق ولا يعمل ايه، وامه قعدت تزن عليه وتقول له شفت مش قلتلك البت دي مش تمام. وقعد يشرب لحد ما بقاش في وعيه، وقام اتصل بسخية وقال لها عايز اقابلك دلوقتي عند القاضي القديم. وراحت له فعلا، ما مش مدياله اخوانه، بس النفسين اللي شبهم بهدلوه وخلوه مش في وعيه، وكان عايز ينام معاها. ولما هي صدته وقالت له انت اتجننت في دماغك ولا ايه، قال لها انت هتعملي عليا شيفه ولا ايه يا بت، هديكي اللي كان فهيم هيديهولك. بس هي بعدته عنها وكانت سايباه وماشيه، بس هو ما سابهاش وقام ضربها خلاها تقع من طولها وحاول يغتصبها. والواد حماده جوز يؤية الزباله كان بيصورها وهي عماله بتصوت من غير ما تاخد بالها، لحد اما فاقت وقامت ضربت منصور على دماغه وهيبت. وما كانتش مصدقه ان ده حصل لها من اكتر انسان هي حبته في الدنيا، وبقت في حاله صدمه. بس منصور لما فاق حس انه كان زباله قوي وراح يصلح غلطته، وقام يروح لعم راضي وقال له انا جاي اطلب ايد بنتك سخيه على سنه الله ورسوله. سخيه لما سمعته قالت له انت لو اخر واحد في الكون مش هتجوزك، يا زباله يا واطي امشي اطلع بره، وقامت طردته. الواد حماده الزباله بقى راح للبت يا جبيه،
كان عايز ينام معاها، بس هي قالت له بطلنا ببلاش خلاص. قال لها انا عندي ليكي حاجه احلى من الفلوس بكتير، وقام وياها الفيديو اللي صوره لسخيه وهي بتصوت وهي مش في وعيها. وعشان كده يا جابيه وافقت تعمل لحماده اللي هو عايزه، وقامت خدت الفيديو ورفعته على النت عشان تفضح سخيه لانها بتكرهها اصلا. وفضيحه سخيه بقت على كل لسان وبالصوت والصوره كمان، وما سلمتش من كلام العيال في الحاره. وواد من العيال وياها الفيديو لحد اما جه منصور وضرب العيال ودافع عنها، بس ما قدرش يقول لحد ان هو اللي كان عايز يغتصبها. وهي قعدت تقول حسبي الله ونعم الوكيل فيك يا شيخ، يا رب تموت ولا تتفضح زي ما فضحتني. ابوها راجل غلبان وضعيف، وقال لها انا اسف يا بنتي، لو كنت راجل قادر ومش ضعيف كنت قدرت احميكي واخيس لسنة الناس دي كلها، بس سامحيني يا بنتي، ابوكي راجل غلبان وضعيف واعمى. قومي لمي هدومك، ملناش عيش في الحاره دي تاني. وفعلا لموا هدومهم وكانوا ماشيين من الحاره. واللي زاد الطين بله، ابوها وقع من طوله طب ساكت مات. وبتخلص على كده الحلقة التانية. والانطباعات الأولية عن المسلسل إنه قصة عادية جدا اتهيست في 300 فيلم ومسلسل قبل كده، بس يمكن الأحداث اللي في الحلقات الجاية تبقى مختلفة. وعامة يعني المسلسل في كل جوانبه متوسط، سواء في التمثيل أو الإخراج أو التصوير أو الديكورات. بس الكويس في المسلسل ده إنه 15 حلقة وبس، ودي ميزة كويسة في مسلسلات رمضان السنة دي، انهم اقتنعوا اخيرا ان خلاص مش لازم يبقى المسلسل 30 حلقة. وبيخلص الفيديو على كده. فلو عجبك الفيديو منساش تعمل لايك وشير وسبسكرايب وتدوني كومنت عشان اكمل، ولو ما عجبكش الفيديو منساش تعمل ديسلايك وشير وسبسكرايب برضه، بس تحبطني كومنت عشان ابطل.